ايه انت لسه ما طفحتش؟ لا مش هاكل. مش تاكل انت ليه؟ مديني اكل حمضان واحد. ما ده اللي موجود. لا مش هاكل. عنك ما طفحت. اسمع يالا، نعم. انت لما اختك تيجي تقول لها انت عايز تروح عند ايه؟ تقعد عند ستك. ماشي؟ لا مش قايل لها. انا زهقت منك وقرفت. روح عايش عند ستك. ولا ناقصك انت كمان؟ مش كفايه اختك؟ ليه عملنا لك ايه؟ ها؟ عملنا لك ايه؟ وانت قاعد كده ليه؟ كل يوم بعد ما انت ما بتمشي من الشغل تروح الشغل بيمسكني يخليني اروق او يديني الاكل البايظ وبيقعد يضربني. انا؟ ايوه انت. فهمني ايه اللي انا سمعته ده؟ سمعت ايه؟ اخويا هيعيش معايا وقلت لك مليون مره مش هسيب اخويا. انا اللي هربي اخويا لحد ما اشوفه راجل مال وهدومه وقد الدنيا لحد ما يتجوز. وانا هصرف عليك ولا عليه؟ قوم قوم. همديك الكشري اللي في التلاجة بقاله 3 ايام. ده الاكل بايظ. انا كنت مطلعاه احطه للطيور الصبح. ما ياكل. انت مديله الكشري ياكله؟ طب هو طالما بيعمل فيك كده انت ليه ما قلتليش؟ انت سكت ليه؟ خايف منه ليه؟ هو بيقعد يضربني وبيقول لي ما تقولش انت عايز لاختك. حسك. بتضربه؟ بتضربه ليه؟ ده من اول ما امي ماتت وخدته يعيش معايا نزلت اشتغل عشان عامله حسابي ان انت هتقول كده. عامله حسابي ان انت هتزهق من اخويا وهتتقل منه عشان انا اكون بصرف عليه ما اخدش منك جنيه ليه؟ ولا لمدرسته ولا الهدوم ولا الكتبات. ليه؟ خلصت الحوار بتاعك؟ حوار؟ انا زهقت من اخوك، مش عايزه يعيش معايا، ما يروح يقعد عند ست. حرام عليك، ده انا ماليش غيره. ده انا ما عنديش غيره في الدنيا، احنا مالناش غير بعض. واخويا هيتربي معايا وانا بشقى وبتعب علشان. هو مش كفايه اهو كبر، هو بقى عنده 14 سنه. كبر؟ مش كفايه لحد كده يروح يعيش مع سته بقى؟ انا لا زهقت. مش هيعيش مع سته. اخويا هيعيش معايا العمر كله. هيعيش مع سته يعمل ايه؟ سته اللي بالعافيه عم تناول لنفسها بق ميه هيعمل ايه؟ انا مالي بقى تناول لنفسها ميه، تناول لنفسها حاجه ساقعه، ما يخصنيش. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وانتوا بتحاسبيني عليا كمان؟ المنظر اللي اجي اشوفك بتعامل عيل يتيم بالطريقه دي. هو عامل لك ايه؟ هو بياخد حته من جسمك؟ ولا هو بياخد منك فلوس؟ ولا هو مقصر في بيتك؟ مقصر في بيتك ليه؟ وازاي يعني؟ عامل لي صداع. صداع؟ مش كفايه ان انا مستحمله ومستحملك انت كمان. مستحملني؟ اه. مستحملني في ايه؟ ده انا شايله مصاريف في البيت ما انت شايلها. مستحملني في ايه؟ ده انت يوم رايح الشغل و3 4 ايام لا ما بتروحش وبتقعد على قهاوي وانا متمرمطه في الشغل وفي البيت وعند امك تحت ومفيش شكرانيه ومش مقدرني ومش مراعيني ومش عايز تشيلني حتى في اخويا. قلت لك اقعدي من الشغل وما تشغلي ما تشتغليش. ما اشتغلش ازاي بقى؟ وانت حتى بتاكل اخويا اكل حمضان ومش حابب وجوده في البيت وبتستخسر فيه اللقمه اللي بياكلها حتى اللي هي مش هتاثر معاك وانا اصلا بصرف عليه وما باخدش منك جنيه.